السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جميل جميل جدا جدا جدا. جميل اكيد بوجودكم معانا وبتفاعلكم وتعليقاتكم الجميلة وبمحبتكم لينا وبكلامكم الجميل في التعليقات. ربنا يسعدكم ويجعلها سنة سعيدة عليكم حبايب قلبي الغاليين. ما تحرمش منكم ابدا الناس اللي نزلت تعليقات جميله، ما تحرمش منهم ولا من كلامهم الجميل. صباحكم زي العسل. انا كنت قلت لكم يا حبايبي ان نور جايه، ام مالك جايه تقعد مع اخواتها كده يومين وتشوفهم وتقضي معاهم يومين. فقالت يا ماما اعملي لي محشي، يا ماما انا عايزه اكل محشي، يا ماما عندك يا ماما وحشني المحشي بتاعي. فقلت عيوني يا حبيبه قلبي. نزلت السوق يا حبايبي واتغيرت الاحوال. لقيت قدامي بوري ما اقولكوش على جماله، تحفة 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 تحفة. بيلمع كده وشكله جميل يعني. قلت يا بنت يا صافي ما نغير النهارده وهي جايه النهارده ونعمل لها البوري الجميل الصبح الحلو ده. شايفين يا جماعه؟ بيلمع وجميل وطازه وايه حاجه كده تاخد العقل. بجد عجبني قوي قوي في السوق. وقلت ايه نجيب منه كميه كده 2 كيلو ولا حاجه ولا جبت 3 كيلو. بس بجد كان جميل. شكله كده لسه بيلمع كده وتحس ان هو طازه كده، تحس صاحي كده قدامك. جبت البوري وغيرت كل الحاجات اللي كنا عايزين نعملها بقى، وكانت عايزه تاكل محشي والكلام ده كله. فقلت ايه نجيب البوري النهارده، اسعاره حلوه خالص. جبته ب80 يا جماعه، اسعاره جميله فعلا يعني. انا كنت مش متوقعه اجيبه بالسعر ده. بجد سعره جميل جدا وكبير يعني. ده الكاميرا هي اللي مصغراه كده، هو كبير عن كده كمان. بس حلو خالص بجد كان تحفة. والسمكية الصغنونة ديت الحلوة دي لقيتها خضرة كده، فالراجل ادالي فوق ال3 كيلو. قلت مقبولة منك. المهم مسكته وغسلته بقى غسلة جميلة كده، غسلته راسه والنغشوش بتاعه ونضفته خالص حلو خالص كده. وغسلته بملح وليمون ونقعته شوية في المية. وقلت ايه اشيله بقى من المية كده واحط عليه ملح واعتبره بالملح كده والليمون واسيبه ايه, ساعة كده ولا حاجة، وبعد كده ابقى اشويه. وكده تبلته خالص وسبته بقى متبل فترة كبيرة علشان يبقى طعمه حلو كده ويشرب من الملوحة بتاعته، لانه تخين كده وكبير من جوه لازم يشرب ملوحة ويتبل قبل الشوي. هنشويه فين يا صافي؟ هشويه في فرن بوتاجاز. في ناس كتير مش متوقعه ان فرن بوتاجاز يطلع الطبور او البوري والسمك والحاجات دي كلها بالجمال ده كله. بجد انا كنت مش متوقعه فعلا، وكنت مش مصدقه لما جربت يا حبايبي. لقيته تسويته في فرن بوتاجاز بجد خطيره. وانا كنت بعمل بوري بقى وقلت ايه نور مش عايزه تاكل محشي. بجد هي بتعشق المحشي من ايدي يعني، ما اقولكوش بتحب محشي ماما. ربنا يخليكم يا ربي ويخلي حبايبكم كلهم. البنوتة الحلوة مهما تاكل ومهما تلف بتحب حاجة أمها. وهي بتحب المحشي بتاعي، بتعشق المحشي بتاعي اللي أنا بعمله. فقلت إيه نعمل لك بوري النهاردة يا أم مالك، وبعد كده إيه نعمل لك محشي ما هتقعد معانا كام يوم كده تنورنا فيه. أنا ما عنديش غير أم مالك حبيبة قلبي، هي البنت الوحيدة على الأولاد. ربنا يخليها ويبارك فيها يا ربي، ويرزقها كمان بملوكة الصغننة. مليكة أو ملوكة بتهيألي ده السم، هي حامل يا حبايبي. وقربت تخلف كده، ومعاها هيبقى معاها ايه مالك ومليكة او مكة. لسه بتحدد الاسامي. عندي هنا بصي يا حبايبي الصاج بتاع الفرن الجميل ده، انا بشوفه دايما السمك او البوري او اي حاجه عندي شبر اي حاجات دي بشويها فيه. عندي رده ناعمه هنا، شايفين الرده الناعمه الجميله دي بتطلع الشويه معاكي ايه روعه روعه روعه. بصوا بعملها بعد ما تملح. انا ما بغسلوش بقى من الملح والحاجات اللي عليه دي والتتبيله اللي عليه دي والليمون. بتبله بيها كده نفس التتبيله كده، بنزل بيها في الرده ليه؟ علشان يبقى مملح نفسه كده، تكليت تلاقيه مملح كده وجميل. لان ما بعملش دقه للبوري. انا بعمل البوري كده ناشف وبلفه في سلوفات وبيبقى معانا بيتري كده، وتحس تاكلي منه كده تحسيه بينزل كده سمن كده، تحسي كده جميل جدا بجد. بعمله كده في الردة كل واحدة واحدة كده في الردة، ألف كله في الردة واحدة واحدة. وبدخله الفرن بقى. اياك بقى مامتك ما تزعلش وتقول ما ماما ما عملتش محشي ليه النهارده، انا كنت عايزه محشي. بجد فعلا هو المحشي فعلا بيدفي في الشتاء يا جماعه. بجد احنا لو طول ناكل كل يوم محشي ما اقولكوش، بس الواحد تخن كده. والحمد لله الحمد لله الواحد تعبان. ادعوا لي ربنا يشفيني ويعفى عني يا رب العالمين. عندي شويه تعب كده والله يا جماعه. حاسه ان تعبي نخلص الايام ديت، وربنا يعفى عني كده في مرحله كده بمر بيها. ربنا يعفى عني ويشفينا. ادعوا لنا يشفينا ربنا ويشفي كل حبايبنا.
يا رب العالمين. قلت اغير بقى، التغيير مطلوب. قلت البوري موجود النهارده بيلمع وحلو، والكرنب بنعمله بكره يا جماعه، هننزله برضو مع بعض في الفيديوهات بتاعتنا. هننزل ان شاء الله المحشي، بس قلنا ايه نعمل لها النهارده البوري الاول. هي بتعشق السمك البوري كمان، وبتحب كل حاجه بصراحه. يعني الحاجات دي بتبقى برضو تتاكل، الاكل بتبقى جميله كده. شايفين بقى الرصه دي دخل الفرن بقى يا حبايبي، بولع الاشعال من فوق. شايفين بقى شكله ومنظره من فوق بيعمل ازاي؟ بصوا بصوا، انا مولعه ومعليه الفرن من فوق، وارفعه كده تحت الشعل بالظبط. وهنا دخلته الفرن، وهنا هجهز بقى الرز الصيادية بتاعنا الجميل اللي يفتح النفس بجد، تحفة. مع البوري بقى بشوية سلطات كده، بشوية جرجير بقى، والخضار بتاعنا بيشهي بجد. نزلت بشوية من الزيت في الحلة بتاعتي الحلوة دي، وننزل بقى البصل بتاعنا، ومعلقة كمان ايه من السكر. بصوا انا بحط معلقة من السكر مع البصل، بتخلي طعم الرز جميل. هيسكر يا صافي؟ لا ابدا، ما بسكرش ولا اي حاجة خالص. هي معلقة السكر دي بتديله طعم، وبتديله لون حلو خالص مع البصلة. انا بنزل بيها دايما كده مع البصلة، واسيبها بقى شوية كده مع نفسها، مش هقلب فيها كتير، اسيبها مع نفسها كده تتقلب لوحدها. وكده بصوا البصلة معانا بقت عاملة ازاي، هي بمعلقة السكر. شايفين جمالها وشايفين لونها؟ هو ده اللون اللي انا عايزاه بقى. انزل بالمية عليه، بالمية المغلية او مية باردة عادي، لو البوتاجاز عالي بنزل بمية باردة عادي، مفيش مشكلة. وبكده هنزل كده بصوا بالمية بقى على البصلة بتاعتي الجميلة دي، علشان اعمل احلى رز صيادية، احلى رز صيادية لاحلى نور حبيبة قلب ماما. نزلت بالمية بتاعتي اهو، شايفين لون المية بيعمل ازاي. ما ينفعش تنزلي بالرز كده على طول، بعد ما تنزلي بالمية لازم تسيبي المية والبصل كده يغلي شوية كده، غلي او غليتين. وننزل بقى البهارات بتاعتنا، الملح والفلفل الاسمر والكمون، والبهارات اللي انت عايزاها كلها تنزلي بها في المية بتاعتك. انا انزل بكزبره وفلفل اسمر وكمون وشويه بهارات كده حلوين كده من عندي، والسبع بهارات كده في الميه دي، بيطلع معاكي شويه رز بقى زي ما الكتاب قال، بجد بيكونوا تحفه. طعمهم كده وريحتهم خيال. سبته غلي كام غليه كده مع نفسه كده بالبهارات، ونزلت بالرز بتاعي. شايفين هو ده الرز بمية الرز بتاعتنا، وهو ده المستوى بتاعها. تنزلي كده بنص المعلقة كده، نص المعلقة يبقى. وكده خلاص هنغطي عليه بقى يستوي براحته معانا. ونطلع احنا بصوا، طلعنا الخضار بتاعنا كده اهو بعد ما اتشوى. شايفين شكله اتشوى من فوق ومن تحت ومن الجناب ومن كله كده، وطالع طري وجميل جدا 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 بجد، طالع تحفة يا بنات. في الفرن، ولا تفشوا عند حد ولا تكلفي نفسك. بصوا، ولا بيلزق في الصاج ولا اي حاجة خالص، يعني بيطلع بسهولة خالص، ولا كأنه اتشوى اصلا في الصاج يعني. بصوا، بس هو الدهون اللي نزلها في الصاج هي اللي ايه، هي اللي تتغسل. بصوا من تحت السمن عامل ازاي، السمن والدهون نازله منه عامل ازاي. بصوا يا بنات، بصوا يا حبايبي، بصوا. في اتنين كده لسه ما عملت قوي، كنت هدخلهم الفرن. لو في حاجه ما تستويش قوي ما عادي ممكن ندخلها الفرن تاني، تاخد كده تحميره حلوه. هو لازم السمك بتاعنا يسود، ياخد اللون المسمر شويه ده علشان يبقى طعمه حلو، وتحسي بكده بطعم الشويه فيه. كده هنرصه بقى في الطبق بتاعنا بالرصة الجميلة ديت. كل الكمية بتاعتنا هنرصها في الطبق. وبكده الشوا بتاعنا اتشوى شوية جميلة جدا جدا كده، وشكله تحفة بجد. حاجة ايه ده، ايه فاخر من الاخر بجد. انا عندي هنا بقى معلقة من الملح، وبضيف عليها معلقة من الكزبرة، وبضيف عليها كمان معلقة من الكزبرة ومعلقة من الكمون، وليمونتين كده معايا، بعصر عليهم كمان ليمونتين فوق البوري كده. وبخلط كل الحاجات دي مع بعضيها كده، وبعد ما بخلطها مع بعضيها بنزل فوق السمك بتاعه وهو سخن كده. بصوا، فوق البوري بتاعه وهو سخن كده، من غير اي ميه ولا من غير دقه ولا اي حاجه خالص كده، بنزل عليها كده الحاجات دي وهو سخن. بعد كده بقى اضيف عليها شويه من الخضار كده، يدوا اللون كده الجميل بتاعنا معاه. شايفين بقى شكله؟ شايفين تحفه والله العظيم يا بنات، بياخد العقل. بنزل بقى السمن والدهون والحاجات اللي فيه كده بقى، تغطيه بقى على الساخن كده،
بورق سلوفات ولا بأي حاجة كده تدفيه تخليه سخن زي ما هو عشان يفضل سخن لحد ما نجهز الغدا. آه بيبقى حاجة جميلة جدا. تعالوا بقى نشوف الرز بتاعنا اتعمل ازاي. شايفين بقى، شايفين الجمال يا ولاد، شايفين الجمال. شوية رز ايه، عسل عسل، طعم ولون وشكل وريحة حاجة كده ايه يا بنات، والله العظيم ريحتهم طلع عليا كده قمر، قمر بجد. شايفين لون الرز عامل ازاي، شايفين اللون والطعم بقى، ما اقولكوش على جماله وعلى طعمه وعلى ريحته، حاجة كده قمر. بألف هنا يا رب لكل اللي ياكل، ويا ريت تجربوا الطريقة دي في الرز الصيادية، هتعجبكم خالص وهتدعوا لي عليها بجد. شوية رز بيطلعوا معاكي قمر. كده عملنا الرز بتاعنا كده وخلاص. هنبدأ بقى نجهز بقى الحاجات بتاعتنا، ونغطي السمك بتاعنا علشان السمك بتاعنا ما يبردش، يفضل سخن لحد ما نعوزه كده معانا. وندخل الصينية لحد ما تيجي الست نور هانم النت الجميلة الحلوة. أنا كده جهزت الغدا قبل هي ما تيجي إن شاء الله من سفرتها، لأنها هي مش موجودة هنا، هي قاعدة في العاشر، فهي فين على ما تيجي بقى. فأنا بجهز الغدا لحد ما توصل بالسلامة. انتوا عارفين بقى قلب الأم بقى يا جماعة، قلب خصاية. قلب الأم ده قلب خصاية والله العظيم. ببقى محتارة أعمل لها إيه. لما تيجي عندي ببقى عايزة أعمل لها أحلى حاجة عندي، لأنها بنوتي وولادي، ربنا يخليكم ولادكم ويحفظهم من كل سوء وشر يا رب العالمين. وده الغدا بتاعنا، لسه مش كملت كمان تحضير السفرة، فقلت إيه بصور بقى مستعجلة لأنهم وصلوا بالسلامة، والولاد عمالين يقولوا عايزين نتغدى نتغدى، فقلت إيه نصور صور سريعة كده معاكم. لسه بقى هنجهز سفرة كاملة وننزل بها على الصالة. ويا ريت ما تنسوش باللايك والاشتراك في القناة حبايب قلبي، نورتوني.